النهاردة هنتكلم عن واحدة من أشهر الإعلاميات الموجودين على الساحة. هنتكلم عن منى الشاذلي. صلى على النبي. كل من النبي صلي عليه. يلا نحكي الحكاية. منى مواليد سنة 1973. اتولدت في ميت غمر محافظة الغربية. باباها كان من أبطال المقاومة الشعبية، مع إنه أصلا ما كانش مطلوب للتجنيد. أما جدها فهو الإمام أبو الحسن الشاذلي. كلمة السر عند منى الشاذلي هو باباها اللي حببها في القراية، لأنه كان عنده مكتبة كبيرة، وكمان كان عنده كتب كتيرة أوي وموسوعات خاصة بالأطفال. أما أمها فدورها إن هي علمتها الكتابة أول ما عرفت تمسك القلم. أسرة منى كانت أسرة من الطبقة المتوسطة، لكن أهم حاجة عندهم كان التعليم. منى من أول ما دخلت المدرسة هي متفوقة، ولما دخلت الجامعة حددت مسارها وقالت أنا عايزة أخش الإعلام، وفعلا دخلت كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية، وكانت متفوقة جدا. وأول ما خلصت اشتغلت في قسم العلاقات العامة في شركة المقاولين العرب. لكن منى كان ليها واحدة صاحبتها كانت دايما تقنعها إن هي لازم تبقى مذيعة، وكانت صاحبتها دي شايفاها طول الوقت في دور المذيعة. منى كمان بتقول إن هي وصغيرة كانت دايما تقف قدام المراية وبتمثل دور المذيعة اللي بتستضيف النجوم وتقعد تسألهم، فده الظاهر كان حلم بيراود طفولتها. منى سمعت إن ال ART طالبة مذيعات، وبرغم إن الانترفيو كان في إيطاليا فسافرت لغاية إيطاليا وعملت الانترفيو ونجحت وبقت مراسلة لشبكة ال ART. لكن الانطلاقة الحقيقية لمنى كانت في برنامج العاشرة مساء اللي كان بيتذاع على قناة دريم، لأنه كان برنامج مهم جدا وكان متشاف. هي كمان ما كانتش بتستضيف أي حد، كانت بتستضيف الرؤساء والوزراء، ومن أهم الناس اللي استضافتهم منى كان جورج بوش، وكان أردوغان، والراحل أحمد زويل. برنامج العاشرة مساء حقق لمنى شهرة واسعة قوي، المشاهدات بتاعته كانت بالملايين. بعد كده منى راحت لام بي سي بعد ما حققت كل سقف طموحها في برنامج العاشرة مساء، وحبت تشوف حاجة جديدة تقدمها، فراحت الام بي سي وتعاقدت على مرتب 1,500,000 دولار. ده كان مبلغ كبير قوي وقتها، لكن حصل بينهم مشاكل في التعاقدات، وبعد كده القناة جابت بدلها شريف عامر. بعد كده منى راحت شبكة سي بي سي وعملت معكم منى شاذلي، وده برنامج اللي مكسر الدنيا واللي الناس كلها بتتمنى بس تطلع معاها، وفي نجوم كتير قوي كان حلمهم بس يطلعوا مع منى شاذلي في البرنامج بتاعها اللي موجود لغاية دلوقتي، مع إنها راحت بيه قناة تانية. منى بتعتبر من أغنى المذيعات الموجودين على الساحة، ده بسبب إن مسيرتها طويلة قوي، ليها أكتر من 20 سنة، وكمان إنها راحت أغنى القنوات اللي موجودة وأجرها بيوصل لملايين الدولارات كل سنة. عشان كده منى قدرت تجمع ثروة لا بأس بيها، أو ثروة طائلة زي ما بيتقال، وعايشة عيشة 7 ستار، بتسكن في فيلا كبيرة على الصحراوي، وبنت ولد أو بناتها في مدارس انترناشونال، عندها 3 بنات. وبالنسبة لمفارقات الحياة اللي حصلت مع منى، إن هي أول لما اتعرفت على جوزها كانت مش بتطيق ولا في السماء ولا في الأرض. منى بتقول اتعرفت على جوزها من زمان قوي لما كانت في إيطاليا مراسلة، وكان شغلهم هو اللي بيجمعهم، وكمان كان في أصحاب مشتركين. وعلى فكرة هو كمان ما كانش بيطيقها، كان بيقول عليها مغرورة ودمها تقيل. لكن بسبب كثرة نزولهم مع بعض مع أصحابهم المشتركين بدأوا يقربوا من بعض، وبدأوا يحبوا يتقابلوا لوحدهم، والحب بدأ ما بينهم واتقلب الحب الجواز. وليهم أكتر من 20 سنة هم متجوزين دلوقتي، وأثمرت الزيجة دي عن 3 بنات، بنتين توأم وبنت تانية هي الكبيرة بتاعتها. منى بتقول على جوزها إن بينهم تناقضات كتيرة، وبرغم كده هما بيحبوا بعض جدا. بتقول هو بيكملها وهي بتكمله. هو مش رومانسي، بس هو حنون جدا، وأب بمعنى الكلمة، ورب أسرة عظيم. منى بتقول إن الأولوية في حياتها هو بناتها وجوزها وبيتها. بتقول دول رقم واحد في حياتي، أما الشغل بيجي بعد كده. بتقول عشان كده أخدت فيلا على الصحراوي جنب مدينة الإنتاج، عشان أقدر في أي وقت يكون عندي شغل أقدر أروح البيت. وده فعلا بيحصل كتير قوي، بقدر أوقف التصوير وبقدر أروح البيت أحل لو في أي مشكلة محتاجيني فيها، وأرجع تاني أكمل شغلي. بتقول منى
إن على مر السنين الطويلة دي كان جوزها داعم ليها طول الوقت وكان سند، وهو ورا إن هي مسيرتها تكون موجودة لغاية دلوقتي وتكون إعلامية ناجحة. لو بتحبوا منى الشاذلي وتحبوا تتفرجوا عليها وبتحبوا برامجها، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات. ودي حلقتنا النهارده كانت على الإعلامية القديرة منى الشاذلي، وأنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. شكرا جزيلا.